السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. معاكم نعمة إبراهيم، والنهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض إزاي بنكتب السي في والكفر ليتر بطريقة بروفيشنال جدا. بكل بساطة السي في هو حكاية عنك، قصة حياتك لكن مع تنظيم أفكارك وإظهارها بطريقة تخطف عين أي ريكروتر. أما الكفر ليتر هو مهم جدا لأنه قصة عنك بتجاوب على سؤال ليه اخترت الشركة أو الوظيفة دي، ليه إحنا محتاجينك أنت بالذات. يعني هنحكي حكاية والكسبان هو اللي حكايته هتوصل للقلب بدون استئذان. خلينا نكون عارفين إن دلوقتي السي في لازم يكون بنظام ال ATS. هو عبارة عن فلترة إلكترونية عندها شوية شروط علشان يعدلنا السي في بأمان. أول حاجة إحنا لازم نستخدم الكلمات المفتاحية اللي موجودة في الإعلان، لأن النظام ده متبرمج إنه يدور عليهم. بس خليك ذكي واكتبهم في مكانهم الصح، ما تكررهمش كتير، وهنعرف إن شاء الله إزاي بنكتبهم بطريقة ذكية. تاني حاجة خلي التنسيق يكون بسيط خالص، ما تحطش جداول أو رسومات بيانية، واستخدم خطوط بسيطة زي أريال. تالت حاجة ما تحطش صور أبدا لأنه ما بيقراش الصور. رابع حاجة العب في صياغة الكلام بحيث يوريهم إنك إضافة قوية في كل مكان، وهنعرف إن شاء الله إزاي بنعمل كده. دلوقتي عايزين نعرف إزاي بنكتب السي في. أول حاجة بياناتك، يعني اسمك، تليفونك، الإيميل، ولينكد إن. حاجة مهمة قوي، في ناس بتحط أيقونة لينكد إن وجنبها اللينك. هو كده شكله أمور، بس ال ATS ما بيحبش الشياكة خالص ومش هيقراه. بعد كده بروفيشنال سامري، ملخص صغير بيعرفك بطريقة احترافية. هو بيكون أول 3 سطور الريكروتر بيقراهم عنك، علشان كده لازم يكونوا مكتوبين بذكاء. ما ينفعش تكتب كلام عام زي أنا خريج كلية كذا وباحب أتعلم كذا. لأ، خلّي الملخص يكون سريع، يوريهم أنت مين، مهتم بإيه، وإيه القيمة اللي معاك. مثال: محاسب مالي حديث التخرُّج، متخصص في إعداد التقارير المالية وتحليل البيانات، عنده خبرة عملية في استخدام برنامج إكسل المتقدم، يسعى لتطبيق مهاراته في شركة رائدة لتحقيق نمو مالي مستدام. شايفين الفرق؟ الأول ملخص عادي جدًا، لكن التاني بيبين إنه focused وعارف نفسه. بعد كده بنكتب الخبرات العملية. هنا بقى مرحلة الذكاء اللي اتكلمنا عنها. هنلعب في صياغة الجمل، وضروري جدا نستخدم الكلمات المفتاحية، ونكتب الخبرات في صورة نقاط. هنستخدم أفعال قوية، يعني أبدأ كل نقطة في وصف خبرتي بفعل يوضح إنجازي، مش يوضح أنا كنت بعمل إيه. يعني بدل ما أقول كنت مسؤول عن كذا، هاستخدم أفعال زي قدرت، طورت، حققت، أو قمت بزيادة. الأفعال دي بتحولك من شخص منفذ لشخص فعال. مهم جدا نقول الأرقام والإحصائيات، لو مفيش أرقام يبقى مفيش إنجاز ملموس. الأرقام هي لغة الإنجازات، يعني بدل ما تقول زودت المبيعات، قول زودت المبيعات بنسبة 20%، أو حققت زيادة في الإيرادات بقيمة 50,000 دولار مثلا يعني. بعد كده بنكتب التعليم، اسم الكلية، التخصص، وسنة التخرج. لو معاك دراسات عليا هتكتب من الأحدث للأقدم. وبعد كده الشهادات، هنا بنكتب الشهادات الاحترافية والتدريبات، يفضل تكون من أماكن معتمدة. ولو عندك شهادة تقنية في مجالك هتكون نقطة قوية جدا، لأنها بتقول للريكروتر إنك شخص بيتطور وبتتعلم أكتر. آخر حاجة بنكتب المهارات. الجزء ده بالذات ناس كتير بتضيعه، يعني تلاقي واحد كاتب العمل تحت ضغط أو مرن. طب ماشي، بس أنا كريكروتر قريت الكلام ده آلاف المرات، مش هو ده اللي هيخلّيني أقف عند الCV بتاعك. المهارات هنا هي مكان الكلمات المفتاحية اللي أنا هادوّر عليها في الإعلان. هاقسّم المهارات لنوعين: مهارات hard skills، وهنا باحط المهارات والأدوات اللي باعرف أشتغل عليها، وكمان اللي مطلوبة في الوظيفة وكمان أنا باعرف أشتغل عليها. تاني حاجة الsoft skills، هي مهمة طبعًا بس لازم تكون مرتبطة بالوظيفة وتكون بجد عندك المهارة دي. لو الوظيفة فيها شغل جماعي اكتب العمل الجماعي، لو فيها تواصل مع عُملا اكتب مهارات التواصل. يعني تختار صح، مش أي كلام وخلاص. بالنسبة للغات، لو الوظيفة أصلًا بتعتمد على اللغة زي خدمة العملا أو الترجمة، اعمل لها قسم مستقل. لكن لو هي إضافة مش أساسية ممكن تكتبها تحت المهارات، والمهم إنك ما تقولش كلام عام زي good English، لأ، اكتب المستوى بوضوح. مثلا العربي هتكتب إن أنت native، والإنجليزي هتحدد مستواك. دلوقتي خلينا نشوف الكلام ده عملي. ده CV مكتوب بطريقة بروفيشنال جدا، مطابق لنظام ال ATS. هنمشي خطوة بخطوة ونشوف الشخص ده طبق الكلام ازاي. أول حاجة كتب اسمه، مجاله، رقمه، الإيميل، ولينكد إن، يعني معلومات الاتصال عادي جدا. بعد كده كتب ملخص احترافي، بعدين الخبرة العملية. هنا بقى لعبها صح وبذكاء. كتب وظيفته إنه مدير تسويق في شركة كذا وشغال فيها من 2022 لحد دلوقتي. المهم بقى في اللي جاي، هو قال إنه قاد فريق مكون من 5 أشخاص،
في إنشاد وتنفيذ استراتيجيات التسويق الرقمي عبر منصات كتير، وكمان وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث وحملات البريد الإلكتروني. يعني شايفين هو تعمد إنه يذكر عدد الفريق ويدخل أرقام في الموضوع، وكتب إنه قائد مش مسؤول عن فريق، مع إنها نفس المعنى بس بيلعب بالألفاظ. بعدين قال إنه حقق زيادة بنسبة 35% في حركة الزوار على الموقع، وزيادة بنسبة 50% في التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنة الأولى. شايفين برضه إزاي دخّل الأرقام وقالها بطريقة وضّحت إنه شخص بيحقق إنجازات وإضافة قوية للمكان. طيب لو بصينا على الوظيفة اللي قبلها، هو كتب إنه طوّر ونفّذ استراتيجيات تحسين محركات البحث والتسويق عبر محركات البحث اللي زادت من حركة البحث العضوي بنسبة 25%. فهو برضه استخدم أفعال صح وكمان دخّل الأرقام، وقال إنه أنشأ وأدار حملات إعلانية على جوجل وفيسبوك مما أدى لزيادة العملا بنسبة 20%. وقال كمان إنه أنتج محتوى جذاب للمدونات والنشرات الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي علشان يجذب الجماهير المستهدفة. من الكلام ده كله ومن طريقة وصفه وصياغة الجمل ولعبه بالأفعال والأرقام اللي بيحطها دي، فهمتوا إنه شخص أكتف وبيحقق إنجازات كتير، وبالفعل هو إضافة للمكان. بعدين بقى كتب التعليم والمهارات و3 شهادات احترافية. هنا مقارنة بين CV قوي وCV ضعيف. اللي بيميز الCV القوي هو جزء الExperience، لأن الشخص ده لعبها صح وعمل 3 حاجات. استخدم أفعال قوية زي أدرت، طورت، حققت، بتبين إنه فاعل مش مجرد منفذ. بعدين ركز على النتائج مش المهام، بدل ما يقول شاركت في إطلاق تطبيق، لأ قال تعاونت مع فريق لإطلاق تطبيق، زود الإيرادات بنسبة 20%. هنا بقى عنده إنجاز ملموس. بعدين استخدم الأرقام بذكاء، قال إن هو زود الإيرادات بنسبة 20% فالتكاليف قلت بنسبة 30%. الأرقام دي لغة ما ينفعش recruiter إن هو يتجاهلها. كمان في التعليم ما اكتفاش إنه يكتب اسم الجامعة، لأ وضح إنجازات أكاديمية وكمان إنه من أوائل دفعته. بالنسبة للمهارات والشهادات هو كتب الكيوردز اللي كانت موجودة في الإعلان وبالفعل الوظيفة دي طالباها، وكمان حط شهادات احترافية. أمّا الCV ضعيف هو الجزء الexperience هو ضعيف ليه؟ لإن مش كاتب إنجازات، هو قايلهم على إنهم مهام، زي مساعد المدير، إعداد التقارير، يعني كلام مكرر في أي مكان أو أي حد ممكن يكتبه، ما فيش أرقام ولا إحصائيات تدعم خبرته، الكلام بيتكرر في كل وظيفة كأنه copy paste. أمّا المهارات فالمشكلة أكبر، لإن كاتب العمل تحت ضغط، الالتزام بالمواعيد، دي مهارات عامة كل الناس بتكتبها. مش دي هي اللي هتميزك وسط المنافسة. باختصار الCV ده عام جدًا، مفهوش قيمة مضافة ولا فيه دليل ملموس يثبت إن الشخص ده مختلف. لاحظتوا الفرق؟ واحد بيعرض نفسه كقيمة مضافة بالأرقام والإنجازات، التاني مجرد بيوصف المهام اللي كان بيعملها، وده بالضبط اللي بيفرق بين الCV اللي بيفتح لك الباب وCV بيضيع وسط الزحمة. دلوقتي هنتكلم عن الcover letter. أنا عارفة إن كتير منكم بيسأل هو الcover letter لسه مهم؟ الحقيقة دلوقتي أغلب الإعلانات بتطلب الCV بس. طيب إمتى نستخدم الcover letter؟ لو الإعلان قال صراحةً يرجى إرفاق خطاب التغطية، ساعتها بقى خطوة أساسية. لو في خيار لرفع ملف إضافي على موقع الشركة، دي فرصة كويسة جدًا استخدموها وارفعوه. لو خبرتكم مش مطابقة 100% للوظيفة، الcover letter هيوضح ليهم ليه خبرتك مناسبة حتى لو مش كاملة. باختصار جهّزوا الcover letter دايمًا واستخدموه لمّا تكون الفرصة مناسبة. الcover letter بيتكوّن من 3 حاجات أساسية: opening message، ابدأ الرسالة بحماسك واهتمامك بالشركة، وضّح ليهم إزاي عرفت عن الوظيفة، حاول تضيف لمسة شخصية زي حضرت حدث أو قابلت موظف، بس خلّي الحماس طبيعي وما تزوّدش فيه وما تحطش emoji. تاني حاجة unique qualifications، يعني إيه؟ هنا هنحكي قصة قصيرة واقعية عن إنجازاتك ومهاراتك. هتوضح إزاي خبرتك مناسبة للوظيفة. خلي ثقتك بنفسك تبان في كتابتك لكن من غير مبالغة أو كلام عام زي أنا شاطر جدًا. بعد كده call to action، هنا بنختم بتأكيد اهتمامك بالوظيفة واطلب فرصة لمقابلة أو تواصل، وما تذكرش أي حاجة عن الراتب خالص. بعد كده اشكرهم في آخر الرسالة بطريقة رسمية. دلوقتي خلّينا نشوف الcover letter ده. دي واحدة اسمها جولييت باكستون، هي منسقة تسويق بتقدم على وظيفة في شركة دوف المشهورة. عرفت تلعبها صح في الcover letter بتاعها وتجنبت أخطاء كتير بيقعوا فيها. الأول كتبت معلومات الاتصال عادي جدًا، وبعدين وجهت تحية مباشرة للمسؤول وكانت عارفة اسمه، وده بيبين احترافها من البداية لإنها ما كتبتش تحية عامة زي ما ناس كتير بتعمل. بعد كده كتبت المقدمة أو بمعنى أصح القصة الشخصية. جولييت بدأت بحاجة شخصية جدًا وبتحكي عن حبها لكرة القدم، وإزاي إنها من زمان بتشتري منتجات ليها علاقة بيها. هي ربطت شغفها بالمنتجات دي بقوة التسويق،
وإنه بيأثر على قرار الشراء، ده اللي خلاها عايزة تشتغل في شركة دوف. ليه دي حركة ذكية؟ لإنها كده بتبين للشركة إنها مش بتبعت ليهم أي cover letter وخلاص، لأ هي فعلًا مهتمة بالوظيفة دي تحديدًا، وعندها شغف حقيقي. الغلطة اللي الناس بتقع فيها إنهم بيكتبوا مقدمة عامة زي باقدم لكم السيرة الذاتية دي رغبةً مني في الانضمام لشركتكم المحترمة. الكلام ده عام جدًا وما بيقولش أي حاجة عنك. تاني حاجة فقرة الإنجازات. جولييت بدأت تتكلم عن خبرتها وإنجازاتها. لاحظوا هنا إنها مش بس بتوصف المهام اللي كانت بتعملها، هي ركّزت على النتائج والأرقام. بتقول إن هي قدرت تزوّد عدد المتابعين على السوشيال ميديا بنسبة 50%، وده أدّى لزيادة 25% من المبيعات. وبعدها بتقول إن هي قدرت تزوّد حركة الزوار على الموقع بنسبة 33%، وده أدّى لزيادة 18% في المبيعات. شايفين الفرق؟ هي ما اكتفتش بالكلام النظري، هي جابت دليل ملموس بالأرقام، بيثبت إنها شخص بيحقق نتائج. الغلطة اللي الناس بتقع فيها إنهم بيكتبوا جمل عامة زي كنت مسؤول عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعي. طيب ماشي، أي حد ممكن يكتب الكلام ده، ما بيدّيش أي قيمة. طب أنت كنت مسؤول عن حسابات التواصل، فين الإنجاز اللي عملته؟ تالت حاجة هي ربطت خبرتها بالوظيفة. هنا جولييت بتبين إنها قرت الإعلان كويس جدًا وبدأت تتكلم عن مهاراتها زي التفكير الإبداعي ومهارات التواصل وإدارة المشاريع، وإزاي المهارات دي هتساعدها تحقق أهداف شركة دور. وهي كده بتشرح سؤال ليه هي الشخص المناسب للوظيفة دي بالذات. الغلطة اللي الناس بيقعوا فيها إنهم بيكتبوا cover letter واحد لكل الوظائف. لازم ال cover letter يكون مخصص لكل شركة بتقدم عليها علشان يبين اهتمامك الحقيقي. ناخد بالنا من شوية حاجات كده. لازم تقرأ إعلان الوظيفة كويس جدًا، دي أهم خطوة. ما تعتبرش إن إعلان الوظيفة مجرد كلام، هو خريطة الكنز بتاعك. اعرف الشركة بتدور على إيه بالضبط علشان تقدر تقدمه ليهم. بعد ما تقرأ الإعلان لازم تستخدم الكلمات المفتاحية، طلّع منه الكلمات اللي بتتكرر، حطها في سيرتك الذاتية بشكل ذكي وفي مكانها الصح، لإن دي الكلمات اللي نظام الATS بيدور عليها. أهم حاجة إنك لازم تظهر إنجازاتك. ما فيش شركة بتوظّف شخص علشان ينجز مهمات، لأ، هي بتوظّفه علشان يحقق إنجازات. خلّيك دايمًا مستعد إنك تتكلم عن إنجازاتك بالأرقام. في النهاية الCV لازم يكون واضح، مختصر، ما فيش داعي للحشو. كل كلمة في السيرة الذاتية لازم يكون ليها هدف. الأرقام أقوى من الكلام لإنها بتخلّي كلامك موثوق فيه ومقنع. خصّص سيرة ذاتية وcover letter لكل وظيفة. انسى فكرة إنك تعمل CV لكل حاجة، لأ، كل وظيفة ليها متطلباتها الخاصة بيها. علشان كده خلّيك مميز. إحنا كده خلصنا، أتمنى تكونوا استفدتوا. شاركوا الفيديو عندكم لعل حد يستفيد. مع السلامة.